عمر ما الاهلي هيقدر يطلع خطوتين ثلاثه قدام عن الوضع اللي هو فيه دوت، طول ما اداره الاهلي بتفكر بنفس الاسلوب القديم اللي بقى لها 5 سنين بتفكر بيه. عمرنا ما هنقدر ندخل افريقيا ونكسبها زي ما كنا بنعمل من اول دور التمهيدي لحد. ايه هي بقى طريقه التفكير القديمه اللي الاهلي مصر عليها واداره الاهلي مصره اللي هي تمشي بيها من مده فاتت ومن كام سنه لحد دلوقتي؟ عمالين بنخترع العجله كل شويه، نجيب اللعيبه من الدوري المصري ونروح نجيب لنا لاعبين ثلاثه من بره، وبعد كده نتعاقد مع مدرب عشان المدرب يجي يقول لك لا اللعيبه ديت مش نافعه لطريقه لعبي ومش نافعه لاسلوب اللعب، وبالتالي هات لي لعيبه ثانيه. اداره الاهلي تقول له والله ما عنديش غير اللعيبه دي وانا صرفت ملايين على اللعيبه دي، فيقول لها وانا مالي، ما تطلبش مني نتائج. فيقول له ازاي انت مطلوب منك نتائج وفي عقد ما بيننا؟ يقول لهم والله ما انا لاعب، ويقوم مبوظ الدنيا ويقوم الاهلي خسران كام بطوله، وبعد كده يفشل الموسم الاهلي وبالتالي نمشي المدرب، وبعد كده نروح نتعاقد مع لعيبه وبنجيب لاعبين من بره، وبعد كده نجيب مدرب جديد نقول له والله هي دي اللعيبه اللي عندنا، يقول لنا والله اللعيبه ديت مش نافعه لاسلوب لعبي، وبالتالي الدنيا تبوظ. وبالتالي كل سنه احنا بنمر بالمرار دوت، وكل سنه الاهلي بيعدي بنفس الشكل ونفس الاسلوب. اداره عمال بتكرر نفس الغلط وعماله بتكرر نفس الغلط وبتنتظر نتيجه مختلفه. ازاي؟ اينشتاين مره قال يعني انه من الغباء ان انت تكرر نفس اسلوب وطريقه في حل المشكله وتنتظر ايه؟ وتنتظر نتائج مختلفه. احنا كل سنه بنحاول نحل مشكله الاهلي بنفس الاسلوب الطريقه بتاعت كل موسم، وقاعدين مستنيين ان الدنيا تنصلح حالها، وقاعدين مستنيين ان الدنيا تكون افضل، وقاعدين مستنيين الاهلي يحصد بطولات، وقاعدين مستنيين الاهلي يكون يعني بيلعب بطريقه بروفيشنال جدا وبيلعب بطريقه ما حصلتش وبيعمل ضغط عالي وبيهجم بهجمات مفتوحه وبيجيب سكور كبير جدا في الاجوان طول الموسم وعنده لعيبه فايقه وبالتالي ما بنلاقيش الكلام ده كله، لان احنا نتائجنا او معطياتنا من البدايه ومدخلاتنا من البدايه كانت غلط. وبالتالي كلمتين ورد غطاهم. الحل بسيط وسهل، وانت عندك القوه وعندك الفلوس وعندك الاداره وعندك السطوه وعندك الجماهير اللي انت تنفذ اللي انت عاوزه وتقدر توصل بالفريق للي انت عاوزه. وبالتالي اي لف ودوران حوالين الكام نقطه دول فيعتبر يعني اهدار ملعب. واظن انه لو اتكرر تاني هيكون، او مش هقول هيتكرر تاني، لو اتكرر عاشر فهو مقصود. اهدار المال العام كده مقصود، واهدار المال العام دوت من وراه مشاكل كتير جدا، ووراه خبايا كتير جدا،